عالم الساحرة المستديرة مليء كغيره من العوالم الموازية بعديد الأحداث الطريفة والمخيفة والغريبة. وقد شهد تاريخ كرة القدم مباريات دخلت كتاب جينيس للأرقام القياسية، لعل أبرزها تلك التي أجريت في مدغشقر وسجلت أكبر نتيجة قد لا تتكرر أبدا. يعتقد الكثيرون أن النتائج الكبرى لا تتجاوز حاجز الأهداف التي تعد على أصابع اليدين والقدمين معا، ولكن الحقيقة التي سأذكرها لكم تتجاوز حدود العقل وتوقعاته. شهد يوم 31 أكتوبر من سنة 2002 تسجيل أكبر نتيجة في تاريخ كرة القدم، وتعود الحادثة إلى الدور الملغاشي، وكان طرفاها فريق أديما وأولمبيك دي ليميرو، حيث انتهت المباراة بينهما بفوز أديما بنتيجة 149 هدفا مقابل 0. الغريب في الأمر أن لاعبي أديما لم يلمسوا الكرة ولو للحظة. لاعبو فريق دي ليميرو تعمدوا تسجيل الأهداف في مرماهم بتحريض من مدربهم احتجاجا على أخطاء الحكام ضدهم في الدوري، فمنذ أن بدأت المباراة كانوا يوجهون الكرة إلى مرماهم ويسجلونها، بينما كان لاعبو أديما واقفين ومشاهدين وربما فرحين بدخولهم التاريخ كأصحاب إنجاز قد لا يعاد أبدا. بعد المباراة تم معاقبة المدرب بإيقافه لمدة 3 سنوات وإيقاف 4 لاعبين حتى نهاية الموسم، كما تعرض لاعبو الفريقين لإنذار شديد اللهجة كي لا تكرر الحادثة مرة أخرى. وأنت، هل تتذكر مباراة تشابه هذه المباراة في غرابة أحداثها؟